السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ارحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحدث. أظهر التقرير الأخير لمنظمة الشفافية الدولية حول الفساد بدول العالم لسنة 2015 أن الجزائر تعد من بين أكثر دول العالم فسادا، بعدما حازت على المرتبة 88 من مجموع 168 دولة محل دراسة عبر العالم. وقد أكسبت الترتيب الحالي الجزائر أكثر من 10 نقاط، ومقارنة أقول بتصنيف 2014 والذي نالت من خلاله المرتبة 100 من مجموع 175 دولة محل دراسة في مؤشر تفشي الفساد بدول العالم. ويهتم مؤشر الفساد العالمي بقياس مستويات الفساد في القطاع العام في 168 بلدا حول العالم استنادا على رأي خبراء في هذا المجال. ويتم منح الدول درجات تتراوح ما بين 0 و100. وبينت المنظمة أن الدرجات المتدنية تعكس انتشار الرشوة على نطاق واسع وعدم تطبيق عقوبة مكافحة الفساد، إضافة إلى كثرة المؤسسات التي لا تستجيب لاحتياجات المواطنين. ويرى مراقبون أن الأمر الرئاسي الحالي المؤرخ في 23 من جويلية من عام 2015 والذي ينص على عدم تجريم التسيير يفتح الباب على مصراعيه أمام ناهبي المال العام للتصرف في الأملاك العمومية وفق ما تمليه عليهم مصالحهم الخاصة دون حسيب ولا رقيب، وأنه حتى وكيل الجمهورية ليس له الصلاحية لفتح أي ملف في قضية فساد إلا إذا حركت المؤسسة المعنية القضية. ومظاهر الفساد مشاهدينا الأعزاء بانت جلية هذه الأيام في الجزائر، وقد شهدت مدن جزائرية عدة خلال هذه الأيام نزول كميات كبيرة من الأمطار والثلوج أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتشريد المئات من العائلات، كما قطعت السيول عشرات الطرق الرئيسية وجرفت معها الجسور وحطمت قنوات الصرف الصحي في المدن، وتسببت أيضا انزلاقات في التربة في انهيار مبان بأكملها، كما حولت الأراضي الفلاحية إلى مستنقعات. وكشفت هذه الأمطار والثلوج مدى ضعف البنية التحتية وهشاشة مرافق الصرف الصحي، كما كشفت أيضا الفساد في الأشغال العمومية وفشل المشاريع التي خصصت لحماية المدن من الفيضانات. إذن لمناقشة هذا الموضوع معي مجموعة من المراقبين والمختصين وأيضا الإعلاميين للحديث حول مؤشر الفساد للمنظمة الدولية، وأيضا عن تمظهر هذا الفساد في الجزائر هذه الأيام مع هطول أمطار وأيضا بعض الثلوج. وأبدأ بضيفي عبر خدمة سكايب من بروكسل الإعلامي والصحفي الأستاذ الأخضر فرات. أرحب بك أستاذ الأخضر في هذه الحلقة، ونبدأ بما جاء في تقرير الشفافية الدولية. بالرغم من أن الجزائر يعني صعدت 12 نقطة في المراتب، لكنها تبقى في المراتب الأخيرة وتبقى من أكثر الدول فسادا في العالم. السؤال المطروح أنه خلال ال5 سنوات الأخيرة كانت هناك الكثير من القوانين وكثير من التصريحات بأن الجزائر كدولة تحارب الفساد وتحارب الرشوة، ومع ذلك ما زالت هذه المستويات متدنية في ترتيبها. لماذا في رأيك؟ أولا أحييك زميل سليم. أعتقد أن الرشوة يجب أن تحارب بإرادة سياسية، ونحن لا نرى أن هناك إرادة سياسية لدى الحكومة ولدى القادة في الجزائر، وما علينا إلا تفحص خطب مختلف الوزراء، فإن كلمة محاربة الرشوة والفساد غابت نهائيا من التصريحات ومن الخطب الرسمية. يعني أنا شخصيا في متابعتي يعني السنوات الأخيرة لا أقرأ ولا أسمع ولا أرى أن هناك إرادة سياسية لمحاربة هذه الآفة الخطيرة على المجتمع، وبالتالي يعني عادي جدا أن تبقى الجزائر في هذا الترتيب
وأن يبقى الفساد يعني موجود على المستويات، ما دام هناك غياب تام لإرادة سياسية واضحة لمحاربة الفساد والحفاظ على المال هل العام القضية للشعب الجزائري. هل القضية مرتبطة بعدم وجود الإرادة أم عدم وجود المقدرة؟ يعني حتى بعض المسؤولين يقول لك نحاول تطبيق حتى القوانين الموجودة لمكافحة الرشوة، مكافحة الفساد، لكن الأمور ربما متذرة أكثر في البلد. يعني ما يسمى انتشار الفساد بلغ حد، وربما حتى وجود الإرادة لا تستطيع أن تقضي عليه. هل يرجع السؤال، يعني هل هي عدم المقدرة أم عدم وجود الإرادة؟ ليست عدم مقدرة، بل هناك تسييس لملفات الفساد. كل مجموعة لديها ملفات على مجموعة أخرى، وهناك يعني تضارب في المصالح، وأيضا في بعض الأحيان تقام صراعات سياسية على أساس ملفات الفساد، وبالتالي كل مجموعة تحمي فاسديها، ونحن نوجد أمام وضعية صعبة جدا يعني لا توجد هناك آلية وطنية تحافظ على المال العام ومحاربة كل الفاسدين مهما كانت المجموعات التي ينتموا إليها. ولذلك كل الناس تتحدث عن فشل أو عن عدم قدرة الهيئات الحالية لمحاربة الفساد، لأن وراء كل ملف هناك شخصيات تنتمي إلى مجموعة معينة، سواء كانت مدنية أو عسكرية أو حتى في جهاز المخابرات. هذا هو الإشكال المطروح حاليا حول ملفات الرشوة الموجودة في الجزائر، وبالتالي نحن أمام عملية ستاتيكو، يعني كل واحد يعرف أن هناك ملفات فساد ولا أحد يستطيع أن يتحرك لمحاربة هذا الفساد. وما دام لا يوجد تحرك سياسي، إذن فالفساد يعني يستشري ويكبر، ويعني يصبح من يوم إلى يوم يصبح أصعب محاربته، ويتغول على حتى المؤسسات الموجودة حاليا. طيب، ابقى معي رجاء أستاذ الأخضر فراط. أريد أن أشرك معي في هذا النقاش رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد السيد مصطفى عطوي، هو معي عبر الهاتف من الجزائر. نتحدث عن وجود قوانين، في ترسانة من القوانين هناك حتى في ساحة حيدرة بالعاصمة، هذا الديوان الوطني مكافحة الفساد، تصريحات تقول يعني منذ 10 سنوات ليست 5 سنوات كما أسلفت، تقول بأن الجزائر مصممة على محاربة الفساد، ومع ذلك الجزائر ما زالت تحتل المراتب الدنيا في الترتيب العالمي للفساد. ما هو تفسيرك لذلك؟ السلام عليكم وعلى السادة المشاهدين، وتحية لضيفك من بريكسل. نذكر السادة المشاهدين خويا سليم أن الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد الغير معتمدة التي رفض يعني تصريح لها بالعمل، هذه الملاحظة فقط. لو نلاحظ، طيب خلينا نفصلوا هكذا في الملاحظة، لأنه هذه مهمة أيضا. لماذا لا يتم اعتمادكم؟ يعني ما عندكمش يعني الشروط القانونية يعني لتكوين هذه الجمعية؟ احنا قمنا وكنا صرحنا وشرحنا كامل كل الخطوات، قمنا بكل الخطوات اللازمة كما ينص عليه قانون 06/12، وقمنا بإيداع الملف. لكن للأسف الشديد لربما هذا هو التفسير نتاعي على ما أظن، لما يدرسوا القائمة الاسمية للمؤسسين يروا أن الأغلبية الساحقة ما هيش في فلك، لا تدور في فلك السلطة، وما يخاف الإنسان لما يكون ماهوش مع السلطة لا تصرح إلا الأشخاص اللي يدورون في فلكها ويخدموها. لما شافوا أن احنا الإنسان السلطة القائمة تخاف من الناس المستقلين، الانسان عندهم ضمائر، الناس عنده ضمائر يعني، والقرار في يده يخافوا منهم، وبالتالي رفض منع الاعتماد. ونظن انا نقول لك ثاني حتى مكافحه الفساد، حتى باش نكونوا صرحاء معك اخويا سليم ومعنا الساده المشاهدين، احنا نتكلموا على مكافحه الفساد في الجزائر.
أنا لا أعتقد وأصبحت ما نؤمنش بمكافحة الفساد في وطن وين الإنسان ما يتمتعش بالحريات الفردية والجماعية. إذا كان ما نقدروش ننظموا اجتماعات، ما نقدروش ننظموا ندوات، ما نقدروش ننظموا تظاهرات، ما نقدروش احتجاجات، نحتاج كل شيء ممنوع، فبالتالي كيف يمكن أن نكافح الفساد في ظل كامل هذه العوامل السلبية؟ ولهذا أصبحت مكافحة القول ولا الكلام عن مكافحة الفساد في الجزائر يعني بوسون دافريل، سمكة أفريل. يعني الإنسان ما نكذبوش على روحنا، ما نكذبوش على السادة المشاهدين، بنكونوا صراحة. إذا كان ما قدرناش باش نتمتع ونناضل من أجل يعني التمتع بكل الحريات الفردية والجماعية، فمن المستحيل أن نستطيع أن نكافح الفساد في ظل هذا الجو غير المناسب. نعم. هذه كملاحظة فقط. بالرجوع إلى السؤال تاعك سليم، نشوف أنه لو نشوف القائمة الإسمية هذا في الترتيب لترانسبارنسي انترناسيونال، نشوف كيف خاصة من نقطة من 3 وحتى الصفر اللي تحصل على أقل من أي بلد اللي يتحصل أقل من 3 نقاط، هو يعني معناتها أنه وصل الخط أحمر أن الفساد مستشري في هذه الدول. وبالتالي نشوف هذه الدول اللي أين هو الفساد مستشري، كاين عامل مشترك ما بين هذه الدول هو انعدام الديمقراطية. في أي دولة وين ما تكونش الديمقراطية يعمل فساد، لأنه السلطة في هذه الدولة لا تحكم إلا إذا كان حكم عسكري يستمر بالنار والأخر، وإذا كان حكم يعني جاء بطريقة شبه ديمقراطية بانتخابات مزورة، فبالتالي يستعمل الفساد للديمومة وللبقاء في السلطة. لكن هناك من يقول يعني لكي يحصل ما تتحدث به يجب أن يكون يعني عدد كبير من المتواطئين. يعني نحن نتحدث عن فساد مستمر لسنوات ينتشر في الميدان، يعني في المساحة، وينتشر أفقيا وعموديا. يعني الناس يدخلوا في دوامة الفساد باستمرار في الجزائر. كيف نفسر هذه الظاهرة؟ يعني هل فعلا موجود في الجزائر هذا الكم الهائل من الفاسدين على المستوى الرسمي هرميا، يعني من تحت لفوق او من تحت من تحت لفوق او فوق لتحت، وعلى المستوى يعني الافقي يعني مستوى الشعب؟ هل ممكن ان يكون هذا هو الواقع؟ شوف، هذا هو الواقع. يعني اصبح كما يقول لك الديمقراطية الفساد، اصبح الفساد هنا في الجزائر منتشر افقيا وعموديا. قلنا عموديا احنا نهضروا اذا كان اي سلطه غير ديمقراطيه فهي تشجع على انتشار الفساد حتى تضمن بقائها في السلطه. اما يعني وشي اللي احنا الفساد احنا رانا نشوفه هنا في الجزائر، اي مواطن اللي يتكلم الواقع وعنده يعني على الاقل مينيموم قليل من المصداقيه والاخر، يشوف انه الفساد موجود ومنتشر، يعني نراه بالعين المجرده وفي الصحف يوميا. لما الاحزاب تستعرف والفساد السياسي هو الخبائث كما يقول لك الاخر، الاحزاب السياسيه، رؤساء الاحزاب السياسيه يعترفون جليا انه القوائم في القوائم التشريعيه ولا البلديه ولا الاخر، راس القائمه يعني يباع ويشترى. هنا المال الفساد والزواج ما بين المال الفاسد وما بين السياسه زاد. يعني الوضعيه في الجزائر اصبح من السوء الى الأسوأ. سأعود اليك. سأعود اليك سيد مصطفى. نتحدث على بعض المراسيم الرئاسيه وخاصه الاخير هذا 23 جويلية 2015 حتى نفهموا مليح كيف تنظر السلطة أو متخذ القرار لهذه القضية، قضية الفساد ومكافحة أيضا الفساد. أريد فقط أن أسمع من ضيفي عبر الهاتف من الجزائر رئيس نادي المخاطر الكبرى السيد عبد الكريم شلغوم معي عبر الهاتف من الجزائر. نتحدث عن ما تسببت فيه هذه الفيضانات، الأمطار والثلوج. هل نحن أمام
ظاهرة طبيعية عادية تحصل في كل دول العالم، أم أن هناك مشكل عندنا احنا في الجزائر؟ شكرا جزيلا. ونحيي كل الضيوف تاعك على كل حال. بونسوار. السؤال واضح بالنسبه واش راه جاري الان. انا لاحظت كما قلت منذ كل الاسبوع هذا، لاحظنا بعد مطر عادي سي با اون سيتوياسيون اكستريم متطرفه كما يقول لك. نعم. اصبحت كل ما انجز كل المشاريع مع الاسف، حتى الطريق السيار شرق غرب، كل الطرق، كل الاحياء الجديده اصبحت غارقه، كومبليتمون انوندي. والطريق هذه السيار خاصه شرق غرب اصبحت وديان في كل في كل دون براتيكمون تو لي ترونسون. انا يهمني وهذا انا جاي ليك. وهذا المشكله الحقيقه راهي باينه درك واضحه باللي كل هذا ما يسمى بمشاريع القرن انجزوا بدون كومون ديراج، بدون مقاييس المعمول بها حتى في البلدان المتخلفه. يعني نعم. على اساس لي نورم انترناسيونال. ولهنا راهي كل العيوب راهي تخرج. وكنا نتكلم منذ عشرات السنوات، منذ زلزال بومرداس، منذ فيضانات، كنا نقولوا نحذروا هذا المسؤولين والسلطات العموميه، رانا نقولوا اياكم واياكم واياكم. راهي المشاريع لابد من الذكاء، لابد من الدراسات الدقيقه، زيتود فين، لابد من الرقابه، لابد من التتبع لو سويفي. وهذا الاجنبيين هذو خاصه المشكله تاع البلاد عن بالك باش تعرف الا الصينيين والكوريين 90% المشاريع. اذا ما فهمناش. نعم. كل الخبراء، كل الناس اللي قادرين يشاركوا في تطور البلاد دون لو ديفلوبمون dans le domaine de la construction, surtout les grands projets, مع الاسف المشاريع الكبرى أزيلوا. سي عبد الكريم الناس اللي يسمعوا هكذا يحبوا يفهموا نقطتين رئيسيتين. اولا احنا ما احناش قدام يعني ان فينومين اكستراوردينير، يعني لانه بعض الاصوات في السلطه راهم يقولوا، وبعض الاعلام نتاعهم راهو يقول انه في بريطانيا تحصل فيضانات، في اوروبا تحصل فيضانات. علاه تعيطوا على الجزائر يعني في النهايه؟ نعم. يعني راهم يقولوا باللي في دول اوروبيه تحصل فيضانات ويطيحوا طرق ويطيحوا مباني، يعني وعلاه بوركوا سالارمي، يعني علاه راكم قاعدين تنتقدوا في الجزائر؟ وي يا صديقي العزيز. نعم. يا صديقي، هذا الناس هذا اللي يقول هكذا كما اللي قال الوالي الجزائر على حفره اللي طاحوا فيها 7 سيارات ودخلت مباشره، يقول لك شيء عادي وراه صرا في اليابان وصرا. ما كانش مقارنه لا مع اليابان ولا مع امريكا ولا شيء غير عادي بالنسبه للجزائر. هي مشكله سوء التسيير. واحد لازم يقول اسمح لي ما يغطيش الشمس بالغربال. سوء التسيير تاع كل المشاريع ما يسمى بمشاريع القرن، وانا راني نقول مازال الخير القدام. نعم. مازال الخير القدام. هذه القطره تاع مطر. ما هو الحال تاع الجزائر العاصمه وهران في حال زلزال عنيف، وحنا نعرفوا باللي كل المخاطر الكبرى، وكاين 10 مخاطر كبرى اللي راهي تهدد في الجزائر واللي مصنفه متحده parmi les 14 risques majeurs qui existent dans le monde. كاين 10 اللي اذا في حال زلزال ما هو دور السلطات. طيب الخط راه ينقطع سي عبد الكريم، لكن مهم
جدا أن تبقى معي، لأنه أنت راح تعطينا واحد لي زاسبي تكنيك في هذه القضية. سنحاول التواصل معك يعني مرة أخرى حتى نكمل معك هذه الفكرة. ينضم إلينا المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ عمار خبابة معي عبر الهاتف من الجزائر. أرحب بك أستاذ خبابة. أريد أن أسألك أولا، يعني قبل ما نطرقوا بعض القضايا المتعلقة بالفساد والرشوة وانتشارها في الجزائر، حول الجانب الحقوقي، هل هناك قوانين تحمي الجزائريين المنكوبين من خلال هذه الفيضانات؟ وهل يعني توضع في خانة أنه ضحايا للأحوال الجوية ولا لهذه الأمور، يعني ليزاسيرونس راهم يعرفوا المصطلحات، أم ضحايا لسوء تسيير ولفساد في إنجاز المشاريع؟ شكرا على الاستضافة، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين. بالنسبة لي ربما الأضرار التي تحدث خلال مثل هذه يعني التقلبات الجوية، فهناك الشق الشخصي، هو إذا كان الشخص مؤمن يعني ندير تأمين أسيرونس، فممكن أنه حسب عقده يتم تعويضه. أما باقي الناس اللي مش ما عندهمش تأمين، فهنا الأمر متعلق بقرار السلطات. فإذا قررت السلطة أن منطقة من المناطق تعتبر منكوبة، فهنا ممكن وأنه يكون هناك تعويض تقوم به سواء جماعات محلية أو خزينة الدولة. أما إذا كان الأمر لم يعني يصل إلى هذا الحد من مثل ما ذكرت لك قرار بجعل منطقة ما منكوبة، فاعتقادي وأنه ليس هناك أي تعويض. نعم. يعني تقدر البلدية والدائرة والولاية تعطي مشروع لبناء جسر لمقاول فاسد سراق مثل ما يقولوا الجزائريين. ما نحكيش على كل المقاولين، طبعا هناك شرفاء وهناك ولد فاميليا وهناك مقاولين حقيقيين. نحكي على هذو اللي راهم يبنوا في الطرق اللي راهي تطيح الان، يعني فيسرق في المواد البناء ويطيح الجسر، تطيح معه سياره فيها عائله يموتوا. يعني من يحاسب في هذه؟ يعني هل القانون يحمي هذه الحاله؟ يعني وهي حاله تقدر تقول على البناء ولا على الجسور ولا على اي شيء؟ في هذه الحالات اذا كان فيه هنا يعني المتضرر يعني الذي اصابه الضرر، فاذا استطاع ان يثبت الخطا ويسنده الى جهه معينه، فان القانون واضح في هذه المساله، وهو طبقا للماده. انا تحدثت عليه المره الاولى، تحدثت لك عن المخاطر. أما إذا كان هناك خطأ يمكن إسناده لجهة معينة، فإن القانون يلزم هذه الجهة بالتعويض طبعا، وهذا يكون عن طريق دعوى قضائية، ويكون فيها تعيين خبير لتحديد الأضرار، والقضاء هو الذي يفصل أولا في تحديد المسؤولية المدنية، وإذا كان قرر هذه المسؤولية فإنه يلزم الطرف المتسبب بخطئه في تعويض المتضرر. هل التكاليف يعني التكاليف باهظه؟ انت تعرف يعني نحكيو على ناس زواوله، هذو اللي هم الضحايا، هذو نصهم ما همش الناس. نعم وهذه وإحنا عندنا سوابق. نعم عندنا سوابق. نعم. انا اسمعك. طبعا هناك سوابق، مثلا في فيضانات باب الواد او في زلزال وغيره، وهناك اشخاص لم يتم تعويضهم، لانه مثل ما ذكرت لك إلا تعويضا ربما يكون رمزيا. لكن إذا كان مثل ما ذكرت لك، إذا كان استطاع الشخص مثلا مثل ما بثت بعض الصور، هناك بعض الأشخاص كانوا في موقف وسقط عليهم جدار، وهذاك الجدار إذا كان ثبت بأنه فعلا جدار كان فيه يعني غش في المواد وغيرها، فبإمكانه أنه تقوم المسؤولية المدنية هنا، ويلزم المتسبب في تعويض المتضررين. هل تكلف كثير يعني اموال للشخص اللي يرفع هذه القضيه؟ لا ما فيش. بالنسبه لنا هنا القضاء ما فيش، يعني اول القضاء مرفق عام، يعني هو بدون مقابل. تبقى قضيه اتعاب المحامي، فالمحامون اذا كان اعتدلوا في اتعابهم فهي اتعاب معقوله، يعني
هذه معلومة. وكذلك الخبراء. نعم. وكذلك الخبراء. هذه معلومة مهمة جدا للمواطنين اللي راهم يسمعوا فينا، يعني واحنا نتحدث عن العشرات من الضحايا. معتدلة، وكذلك أتعاب الخبراء. نعم. نتحدث يعني عن التعليقات يعني اللي سمعتها، وكيف كان رأي المراقبين فيما يخص ما حدث لهذا الطريق السيار. أعيدت الآن هذه القصة دولها الإعلام وأيضا كثير من المراقبين، وشفنا وش حصل في المقطع نتاع العفرون، أين ظهر جليا أن هذا الطريق يحمل الكثير من الفضائح. ما هو التعليق الأول اللي ما حصل لهذا الطريق؟ طبعا هو هذا المشروع مع الأسف يعني سموه مشروع القرن، ولكن عند كثير من المتابعين وكثير من مستعملي هذا الطريق فإنهم يسمونه فضيحة القرن. يعني هناك من يسميه الأخطبوط. نعم. وهو الناس الذين يسلكونه، وربما يعني الناس يعني شاهدي عيان يعني، وهناك يعني مقطع من تقدر تقول من الأخضرية إلى البويرة مثلا، هذه يعني كارثة يعني. وكذلك في ضواحي برج بوعريريج وغيرها من المقاطع، هناك مقاطع الحقيقة يعني كارثة. وهي لماذا؟ لأن الدراسات التي أنجزت لم تكن على مستوى رفيع من العمل، وربما حتى كذلك الجهات التي أسند إليها إنجاز هذا الطريق فإنها لم تكن بالمهارة الكافية. ولذلك فلحد الآن مع الأسف لم نتمتع برغم مرور العديد من السنوات لم نتمتع بسير يعني منتظم في هذا الأطروس في هذا الطريق السيار، وهو دائما متعرض لأشغال مستمرة. وهناك بعض المقاطع أعيد تشغيل وأعيد العمل فيها عدة مرات، وكذلك بعض الطرق الأخرى والملحقة بهذا الطريق. والحقيقة يعني الطرقات عندنا تشكو يعني كثيرا من الغش، والآن تسلك بعض الطرق فهي تشبه قطعة الجبن الفرماج. هذا بالرغم من المليارات اللي تقول الدولة أنه صرفتها على هذه الطرقات. أعود إليك أستاذ عمار خبابة في محاور أخرى. أريد أن أسألك أستاذ الأخضر فراط حول مفهوم الفساد وعنصره الكبير اللي هو الرشوة في كل شيء. يقال أن الرشوة لديها عناصر، يعني يجب أن يكون هناك الموضوع والراشي والمرتشي والشاهد والحامي ومجموعة يعني حماة القانون المتواطئين أيضا في هذه العملية. وشفنا أنه قضايا رشوة وفساد تروح للقضاء وتخرج بالتليفون يعني. لكن أن تصبح القضية من قضية إلى ظاهرة، يعني أنه هناك عدد كبير متواطئ فيها. أنت كإعلامي وسياسي كيف تنظر إلى أسباب تفشي الظاهرة يعني؟ وخلينا نقولها بالصريح، كيف للمواطنين أن ينخرطوا في هذه اللعبة، لعبة انتشار الفساد؟ من الصعب جدا أن يدخل المواطن لأنها لعبة مغلقة، يعني ليست لعبة مفتوحة، هي لعبة يعني مجموعة التي لديها سلطة القرار وسلطة إعطاء المشاريع لشخصيات أو لشركات بعينها. هكذا تجري الأمور، يعني عند المفاوضات يتم اختيار شركة معينة على أساس أنها تأتي للجزائر للقيام بالمشروع، ومقابل ذلك تقدم خدمات، وإذا رفضت في المفاوضات يتم اختيار شركات أخرى منافسة لها. هذا هو أهم يعني أو الحجم الكبير من الرشوة يذهب في هذه الصفقات الشركات مع الشركات الكبرى مثل طريق السيار ومثل أيضا. وهذا المواطن البعيد، يعني هناك مجموعة قليلة جدا هي التي تتفاوض وهي التي تستفيد يعني هذه تتحدث عن المشاريع الكبرى. أنا أتحدث عن قضية انتشار الفساد في المجتمع الجزائري
وأصبح حتى المواطن البسيط ولا المواطن من الطبقة المتوسطة ما عليه يدفع رشوة حتى يقضي صوالحه. يعني نحكي لك على الظاهرة كيف انتشرت وكيف ما أصبح ما يعني يحذروا منه الكثير كثير 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 من علماء الاجتماع. هذا التطبيع، يعني لا فولغاريزاسيون تاع كلمة الرشوة في الجزائر، بحيث تولي قهوة واحد يقول لك سميها مساعدة معاونة. يعني هذه الظاهرة اللي أصبحت موجودة في الجزائر ظاهرة انتشرت لأن لا يوجد عقاب للمرتشين. لما كل الناس مثلا تعلم بأن هناك صفقات وهناك ناس أخذت رشاوي ولا يتم عقابهم أمام العدالة وحتى لما تفتح الملفات هناك من يعاقب والآخرون يعاقبون، بالتالي تصبح الرشوة شيء عادي في المجتمع ويصبح كل المجتمع يتداولها، يعني من صغير إلى كبير، وتقتل الروح الوطنية عند الناس. يعني يصبح المواطن الجزائري لا يحس بأنه ينتمي إلى مجموعة وينتمي إلى بلد، يبقى فقط يبحث عن مصالحه الشخصية مثل ما يفعل الأكبر منه والأكبر منه والأكبر منه. النظام السياسي في الجزائر سمح بتفشي الرشوة في المجتمع حتى لا يحاسب، ولكن في نفس الوقت خلق يعني مواطنا ممسوخا إذا حب التعبير، ليست له مبادئ ولم يعد يعني يثق في دولته وفي شعبه، ولم يعد حتى ينخرط في قضايا أمته. نحن نرى مثلا السياسة هناك ناس كلهم يعني لا يبالون بالعمل السياسي. هناك نرى أشياء كثيرة المواطن أصبح يعني لا ديميسيوني من المشاركة في المجتمع، لأن الرشوة دمرت نفسيته ودمرت إحساسه بالانتماء إلى مجموعة، إلى وطن، إلى مشروع، يعني بناء مجتمع. ونحن نرى هذا يوميا. يعني المواطن مثلا عندما يرى طريق السيارة ويركب سيارته ويروح في الطريق ويشوف الفضائح الموجودة ولا يوجد عقاب للشخص الذي يعني تسبب في ذلك، بالتالي فهو يعني يستقيل من العمل، من الفعل الايجابي، يعني ملاحظه ويصبح سلبي، يعني يصبح فقط يبحث عن مصالحه الشخصيه مثل ما يبحث عليها الاخرون. طيب أعود إليك أستاذ الأخضر، لكن للتوضيح فقط، نحن نتحدث عن كل الجزائريين وكل المواطنين. هذا المواطن اللي نحكي عليه هو المواطن هذا الذي أراد أن ينخرط في منظومة الفساد، وليس المواطنين الشرفاء الذين يعني يشمئزون حتى من رؤية رشوة، ناهيك عن المشاركة فيها. هذا للتوضيح فقط. نحن لا نعمم القضية، ونعتقد أنه كثير من الجزائريين هم خارج هذه الآفة الشنيعة. أنا أريد فقط يعني سؤال أخير لعبد الكريم شلغوم. سيد عبد الكريم، أولا حول هذا النادي، نادي مخاطر الكبرى، يعني فاتتني يعني قبل نطرح السؤال نحب نفهم ويفهم المواطن وش هي مهمتكم، وهل أنتم في تواصل استشاري مع السلطات يعني حول قضية المخاطر الكبرى؟ سيد عبد الكريم فقدناه مرة أخرى، نحاول أن نتصل به لأن نحب نسأل ولا بعض الأمور التقنية حتى يفهم المواطن هذا النادي وعلاقته بالسلطات. سي مصطفى عطوي، مكافحة الفساد الآن في هذه الدقائق نريد أن نذهب إلى آلياتها، يعني كيف ممكن أن تخرج الجزائر من هذا نفق الفساد والرشوة المنتشرة؟ شوف، كاين حل واحد مش 10. مادام السلطة الحالية موجودة فنحن دخلنا في نفق يعني ما عندوش يعني الخروج في نفق مظلم، وما نعرفوا لا متى نخرج لا متى يعني كم هي المسافة اللي هذا النفق فيها. والسلطة الحالية أنا لا أؤمن بأنها، لأن غياب إرادة سياسية كاملة لمكافحة الفساد حتى أصبح المواطن يشعر باليأس. نعم. ونعطي مثال فقط، احنا حتى السلطة عندها مسؤولية ولكن حتى المواطن عنده مسؤولية، ولكن يعني
بدرجات. نعطي مثال برك في نيوزيلندا لما كان رئيس الوزراء ظهر اسمه في اوراق بنما، الناس قامت مظاهرات 10,000 والاخر، وتم في الاخير عفوا الناس عندهم ثقافه الاستقاله وكلش، ورئيس الوزراء استقال. في غواتيمالا الشعب اجبر يعني رئيس الدوله يعني باش يتحاسب. هذا رئيس الدوله وحاسبوه لانه كان متهم. سعودي لك تكمل الفكره، لانه عاد لينا سي عبد الكريم شرغوم وظاهر انه عنده اشكاليه في الهاتف، نكمل معاه ونرجع لك سي مصطفى عطوي. نرحب بك مره اخرى سي عبد الكريم شرغوم. يعني بسرعه فقط نحب نفهم ويفهم المواطن اللي راهو يتابعنا في هذه الحلقه، وشنو هي الوظيفه نتاعكم انتم في هذا النادي وعلاقتكم بالسلطات، يعني علاقات استشاريه ولا كيف هي العلاقه يعني؟ نادي باش تكون في الصوره نادي علمي، سي كلوب سيونتيفيك qui n'a rien à voir avec les pouvoirs publics. هو تأسس، هو يجمع الخبراء على باو نيفو يونيكمون تاع الجزائر، مي على البحر الابيض المتوسط، كل البلدان تاع البحر الابيض المتوسط بدون استثناء. يعني نقول بدون كل البلدان بدون استثناء. اذا هذا النادي تأسس مباشرة بعد زلزال بومرداس في 2003 منذ انشاء، خاطرك كانوا طلبوا من الخبراء الخواص باش يكونوا يشاركوا في انشاء لابوراسيون دو لا لوا. نعم. هل هنا الخواطر الكبرى، مخاطر كبرى، واحنا الحق شاركنا ودرنا من احسن القانون. مع الاسف هذا القانون غير متطبق رغم صوتوا عليه الغرفتين، بس عطاك كحبر هذا ورق كوماندي. واحنا الهدف نتاعنا هو نمدوا توصيات دي بروبوزيسيون اللي نظنوا يروحوا في فائده انشاء استراتيجيه وقائيه بالنسبه للمخاطر الكبرى والكوارث الكبرى. لكن يبدو من كلامك سي عبد الكريم، مع الاسف نعم، يعني يبدو من كلامك انه السلطات ما تسمعش للتوصيات نتاعكم يعني. لا السلطات رانا قلناها من قبل، واحنا ما احناش اليوم اللي راح نغيروا ولا سمعوا مباشره بعد الكارثه الكبرى تاع خاصه زلزال بومرداس. ومن بعد خلاص الاداره هي الان هي الرسمي بالنسبه لكل القرارات في الجزائر، والاداره والسلطه السلطه العموميه تشتغل بصفه انديفيدوال كوموندي وحدها، مع الخبراء وهذه هي هذا اللي رانا نتكلموا عليه. النتيجه راهي لنا موجوده. طيب سؤال اخير يعني لا ديريير كيستيون. السؤال الاخير يعني حتى ما نطولوش عليك، لماذا في رايك السلطات ما تسمعش للتوصيات نتاعكم اذا كانت في صالح البلاد وصالح المواطن؟ خاطرك احنا واش قلنا باللي باش تكون في الصوره كي تشوف 2004 قلنا لابد من انشاء مؤسسه كبيره لتسيير المخاطر الكبرى، وهذا الانشاء المؤسسات كنت قلت انا باللي لابد من تعيين اشخاص بالكفاءه التامه، وكاين موجودين كثير باش نقول لك ما يسمعش اللي عندهم كفاءه، مع الاسف مش موجودين في الاداره ولا في السلطه. قلنا هذا الناس هذو اللي يكونوا فوق الجميع. Si vous pouvez me permettre, قلنا il faut la nomination d'un monsieur risque. Un monsieur risque dans chaque wilaya et au niveau à l'échelle nationale. Et ce monsieur risque avec une délégation, une grande délégation au risque majeur مستقلة، وتقدر تراقب الوزير والوزير الأول والوالي هي اللي تعطي كل التوصيات وتراقب المشاريع الكبرى. يجي رانا لاحظنا انجاز مجمعات نتاع سكنات 4000 سكنه
سوا بروموسيونال او بيان ايتاتيك داخل الوديان. نعم. والامثله في كل ولايه، مش على اطراف الوديان، داخل الوديان. avec un permis de construire, avec un poste, avec un certificat d'urbanisme. هذا من المستحيل في اي بلد تروح. انا شوف ما نقارنش باوروبا ولا براري، نقارن الا بالمغرب المجاور الاخ. الناس هذو اللي ولا حتى في تونس الناس يا صديقي، هذا كل التعمير هذا الurbanisme اللي فيه داير بصفه ذكيه انتيليجنت. انقطع الاتصال مرة أخرى، لكن أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الكريم شلغوم رئيس نادي المخاطر الكبرى على هذه التوضيحات التقنية اللي كنا في الحلقة محتاجين لها حتى نوضحوا الكثير من النقاط، وفعلا أفتنا بها ونشكرك كثير يعني، وخاصة الجمل الأخيرة للجزائريين الكل يلاحظوا أنه يعطى بيرمي دو كونستركسيون، اعتماد للسكن، تصريح وقطع أراضي وتبنى سكنات في وديان وفي الآخر، وما يسمعوش للنصائح وإرشادات يعني المختصين ومنهم سي عبد الكريم شلغوم والنادي نتاعو المخاطر الكبرى. علاه؟ لأنه فيها فساد وفيها تليفونات وفيها حكايات أخرى مرتبطة بعقلية التسيير الفاسد ونشر الفساد. أشكرك مرة أخرى سي عبد الكريم شلغوم، يعني شكرتك 3 مرات لأنه فتني مليح في هذه الحلقة. سي مصطفى عطوي، تبعا للفكرة اللي كنت تحكي فيها قضية مكافحة الفساد، وأنه ربما لن نستطيع القضاء على هذا الفساد ما لم نبدأ بقضية الديمقراطية وشرعية الحكم. ولينا القصة الأولى أنه إذا كان رئيس البلدية مش منتخب ورئيس المجلس البلدي الولائي مش منتخب والنائب مش منتخب والرئيس مش منتخب، لا يمكن الحديث عن القضاء على الفساد. هل هذا هو المفهوم؟ هل هذا يعني فهمي صحيح لما قلته؟ هذا فهمك صحيح، وهذا ما كنت كل يوم نقوله في كل تدخلاتي. أنا وصلت إلى خلاصة أنه إذا كانت في أي دولة ما فيهاش ديمقراطية، ما تعمش سلطة القانون، فمن المستحيل أنه الإنسان يستطيع مكافحة الفساد. نعم. شكون الجهاز اللي يقوم بمكافحة الفساد؟ هو في الدرجة الأولى هو القضاء. نعم. إذا كان القضاء غير مستقل وموجود تحت السلطة التنفيذية، فيصبح السلطة التنفيذية هذا هو رشام حميدة ولا عبد حميدة. نعم. فبالتالي من المستحيل القضاء يلعب دوره. إذا كان القاضي يعترف في قضية سيار، يعترف بعظمة لسانه، يقول أودي أنا كيف لقاضي مثل صغير قاضي ذخري يستدعي يحضر، يستطيع أن باش يجيب الوزير يحضر في المحاكمة. إذا كان القانون ما يطبقش على الجميع، حتى في أنه في مادة في الدستور تساوي ما بين كل المواطنين، بصح وحنا عندنا جسيس للمواطن البسيط وجسيس لأصحاب الرضا. نعم، فكرة واضحة. أشكرك جزيل الشكر مصطفى عطوي رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد، كنت ضيفي عبر الهاتف من الجزائر. أختم معك أيضا بهذا السؤال أستاذ عمار خبابة حول آليات مكافحة الفساد، كيف تنظر إليها من جانبك أنت كمحامي؟ الآليات في الحقيقة هناك ربما المؤسسات وكذلك النصوص. فإذا نظرنا إلى النصوص القانونية في الجزائر يعني مزودة بنصوص عالية الجودة إن صح التعبير، فهي مصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. هناك نص خاص كان السابق ضمن قانون العقوبات، ثم بعد ذلك أصبح له نص خاص اللي هو قانون مكافحة الفساد والرشوة والوقاية منهما. تنظر للميكانيزمات أو الآليات، فهناك يعني مؤسسة لمكافحة الرشوة، هناك آلية على مستوى وزارة العدل، فهي تشرف على تطبيق ومطابقة نصوص الاتفاقية الدولية.
وغيرها. هناك المجلس الاعلى للمحاسبه، هناك الشياف يعني تاع وزاره الماليه، هناك الضبطيه القضائيه التي كذلك موكول لها متابعه الرشوه ومكافحتها وتقديم المتورطين فيها، هناك المراقبه الشعبيه التي تتم على مستوى المجالس المنتخبه ابتداء من المجلس البلدي، المجلس الولائي والمجلس الوطني وغيرها من الاليات. لكن اعتقادي وان الاراده الحقيقيه غائبه. لماذا؟ لانه هناك شواهد، هناك بعض الامور لاحظناها يعني. ففي قضيه الخليفه كل الشارع يتحدث، والنبض تاع الشارع سواء كان صادقا او غير صادق فهو لابد ان تاخذه بعين الاعتبار. يعني عفوا العباره ربما سواء كان حقيقيا او غير حقيقي لابد ان تاخذها اعتبار. فالشارع نبض الشارع في قضيه الخليفه ينظر وان الحوت الكبير لم يستدعى للمحكمه واستدعي الموظفون الوسطاء او البسطاء والمتوسطون، وكذلك في قضيه الطريق السيار وفي قضيه السوناتراك وغيرها. وهذا الانطباع يعني موجود ومعلم على مستوى كل الشرائح. ولذلك فاذا لاحظت وانه هناك تسيب، هناك ربما مجارات، فتجد الرشوه مستويات تبدا من المستوى البسيط جدا، من الموظف البسيط الذي ربما تستخرج من عنده وثيقه فهو يتحايل عليك ويوحي اليك وانه حتى يعني أكتفي. الفكرة واضحة وأكتفي بهذا القدر منك الأستاذ عمار خبابة. أشكرك جزيل الشكر، المحامي والناشط الحقوقي الجزائري، كنت ضيف عبر الهاتف من الجزائر. أختم معك أيضا بنفس السؤال من جانبك الإعلامي أستاذ الأخضر فرات في دقيقة. كيف تنظر إلى آليات مكافحة الفساد ونحلم بأن نكون في مراتب الأولى في تقارير الشفافية الدولية مستقبلا؟ أول شيء هو يجب أن تتوفر الإرادة السياسية لمحاربة الفساد. إذا لم تتوفر هذه الإرادة السياسية فلا يمكن أن تتولد يعني آليات لمحاربتها. وعندما تتوفر هذه الإرادة الآليات سهلة جدا، وهو بإعطاء الاستقلال للقضاء الجزائري وتدعيمه بكل الوسائل من أجل أن يدرس الملفات وعدم يعني التدخل في الملفات من طرف العصب الموجودة حاليا في السلطة. يعني هذا هو الشيء بسيط جدا، يعني مثل ما هو موجود في بريطانيا وفي بلجيكا في أي بلد في العالم موجودة الرشوة، ولكن طرق محاربتها هي العدالة، يعني عدالة مستقلة. لما أي وزير يتهم مباشرة القاضي يرفع ضده القضية وينديه إلى المحكمة ويحاكم ويفصل من منصبه، ونحن نرى هذا يوميا في البلدان الأوروبية. ونفس الشيء ينطبق على الجزائر. وأيضا يجب أيضا على الأقل حماية المواطن الذي يعني يندد بالإرهاب بظاهرة الفساد. نعم، نشكرك. يعني بعض المواطنين يعني لحد الآن يعيشون مشاكل. المواطن الذي ندد بقضية أنبوب الغاز اللي رايح لتونس، وسليماني اللي كان في المتحدث الرسمي للجمارك، لحد الآن ناس تعاني لأنها نددت بالفساد. شكرا جزيلا للأستاذ الأخضر فرات الإعلامي والناشط السياسي، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من بروكسل. ينضم إلينا الصحفي الكاتب والصحفي الأستاذ فيصل مطاوي عبر الهاتف من الجزائر لنختم معه في دقيقتين حول ملاحظاته عن ما سببته هذه الأمطار والثلوج في الجزائر: قتلى، جرحى، انهيارات في الطرق السريعة الكبيرة والصغيرة، أيضا بيوت تنهار، وحديث عن مظاهر أو كشف لعورة الفساد في الجزائر، وأيضا تعليق حول ما جاءت به الشفافية الدولية حول هذه المرتبة السيئة للجزائر في سلم الدول الأكثر فسادا في العالم. نعم. ألو فيصل، أنا أسمعك.
فيصل مطاوي هل تسمعني؟ فيصل مطاوي الظاهر أنه لا يسمعنا فيصل مطاوي، ونتواصل معه إن شاء الله في حلقات. يسمعنا الآن فيصل؟ أهلا وسهلا بك مرة أخرى في الحلقة. هل تسمعني الآن؟ الظاهر أنه لا يسمعنا. على العموم نشكره على التواصل، ونحاول التواصل معه أيضا في حلقات قادمة لكي نكمل هذه الفكرة. سنعود إلى موضوع الفساد وتقرير الشفافية الدولية في حلقات قادمة إن شاء الله من برامج المغاربية. شكرا لكم أيضا أنتم مشاهدي الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم إن شاء الله في فرص أخرى. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.